ازيك يا يوسف؟ كارن، ازيك؟ عامل ايه؟ كله حلو، تمام. انا النهارده مع بعض في الحلقه دي هنحكي عن شخصيه انا شخصيا بنبهر بيها وببقى مش فاهمه الصراحه، مش فاهماه خالص. سمعان الشيخ، الراجل اللي فضل في الهيكل ما بيعملش اي حاجه غير انه بيعبد ربنا ومستني الوعد انه هيشوف المسيح. ازاي ممكن شخص يستنى كل الفتره دي؟ ده حقيقي. هو يمكن من اسخف الحاجات ان انت تنتظر. وعندنا مثل كده بالبلدي بيقولوا اوعى البلا ولا انتظار. ايوه. فانت لا، ما تقعدش تستنى. ايوه. بس يمكن عندي قصه قريبه قوي من اللي حصل مع سمعان الشيخ، وقد ايه هو قاعد مستني. ويمكن سمعان الشيخ مستني حاجه حلوه، والقصه اللي عندي كانت نفس الصوره تقريبا. انا بابا وماما لما اتجوزوا، ماما كانت شغلها في القاهره وبابا شغله في اسيوط. اوكي. كان صعب الوقت ده ان هو البيت واحد يقوم بمرتب واحد قصدي. فده كان صعب، فهم الاثنين كانوا بيحاولوا ينقلوا. يا اما بابا يروح القاهره، يا اما ماما تيجي اسيوط. اوكي. عايز اقول لك ان هم قعدوا في القصه دي ان هم حد فيهم يعرف ينقل 14 سنه. 14 سنه. فتره طويله جدا. انا اول اخواتي، وانا اللي عاصرت القصه دي معظمها، لان انا جيت بعد جوازهم بسنه بالظبط. اوكي. فانا تقريبا 13 سنه دول 13 سنة انا مدرك منهم مثلا تقريبا بتاع 8 سنين. اوكي. وعشت المعاناه دي. لا عشت المعاناه دي ان انا ابقى قاعد مع حد منهم، وشفت قد ايه لا الموضوع صعب. الموضوع صعب على بابا وعلى ماما. وفتره السفر برضو مش قليل، يعني مش مكان 6 ساعات 7 ساعات على الاقل. وان بابا قد ايه مستني ان عايز ماما تيجي او ان هو يروح لها. قعد وقت كتير قوي لغايه ما ده اتحقق. فقادر اشوف ولان قعدت مع بابا اكتر، فقادر اشوف قد ايه انتظاره كان ممل، وقد ايه قادر اشوف ان انتظاره لا كان سخيف، متقدر، تعبان، متضايق. جه عليه اوقات كتير قوي بيلوم ربنا. بابا حد بيحب ربنا قوي وكان خادم قوي قبل ما يسافر السماء. فقادر اشوف قد ايه هو طب يهون عليك يا رب يعني. أيوه. طب لم عيالك يعني حطهم في مكان واحد. أيوه. يا انا اروح يا هي تيجي، انا ما عنديش مشكله، بس حطنا في مكان واحد، نقعد في مكان ثالث حيادي، ما عنديش ازمه. بس نتقابل بدل ما احنا بنتقابل في المواصلات. ايوه صح. فقادر اشوف وقادر احس قد ايه ان سمعان كان ممكن قاعد، خاصه ان يتقال الكتاب ان هو كان ينتظر تعزيه اسرائيل، او بالمعنى ان هو كان مستني الريستوريشن اوف اسرائيل، ان ترجع تسترد البلد بتاعته، ترجع البلد بتاعته اللي كان ليها المواعيد الكتيره قوي دي ترجع. فهو كان مستني حاجه جميله. مش مستني حاجه شخصيه. ايوه مستني حاجه جميله، وقعد كتير. يعني انت قادر تحط نفسك مكان سمعان بالظبط، علشان قادر يعني عديت بحاجه شبه ده حقيقي. طب تفتكر سمعان ايه اللي خلاه يستنى الفتره دي كلها؟ الحاجه الجميله اللي تتقال عن سمعان انه كان ينتظر وعد من الله. يعني بص الكتاب يقول عنه ايه في عدد 26 في لقا 2: وكان قد اوحي اليه بالروح القدس انه لا يرى الموت قبل ان يرى مسيح الرب. متهيألي ان سمعان قدر يستنى الفتره اللي يمكن الكتاب ما حددهاش، بس ممكن تكون فتره طويله، بس قدر يستنى الفتره دي لانه خد حاجه حقيقيه من ربنا. واقارن ده باللي حصل مع بابا، لان بابا كان طول الوقت كان بيصلي قدام ربنا، وكان واخد وعد من ربنا ان لا يعني هيتلم شمل الاسره، ان هما الاثنين هيبقوا مع بعض. يمكن ما كانش واخد زي سمعان الشيخ، ما كانش واخد اطار معين ايه اللي هيحصل بالستبس، ومين اللي هيجي وهيعملها ازاي. أيوة. يعني يتقال كده انه كان اوحي له انه مسيح الرب هيجي وده هيخلص اسرائيل. طب ازاي وامتى وفين مفيش وهتحصل ازاي. متهيألي سمعان ما كانش عنده الخطه دي كلها، بس كان عنده وعد انه هيشوف ده. فمتهيألي اللي خلى سمعان قادر ان هو يقعد ويبقى مستني وما عندوش مشكله ان هو كان واخد حاجه حقيقيه من ربنا. ده وعد انا مستنيه. كأنك بتقول انه اللي مخليه يستنى هو انه عنده رجاء او ايمان ان في حاجه ربنا قالها بالظبط وهتحصل بالظبط، فاكيد هتحصل، فدلوقتي بالزبط. بعدين انا مستني. ده حقيقي. يعني خليني اقول على حاجه جميله. دايما بنلوم ساره مرات ابراهيم ان هي ضحكت. أيوه. لما الرب قال لها اني هتجيب اسحاق فهي ضحكت. بس كاتب العبرانيين في عبرانيين 11 يقول ان ساره نفسها امنت. يقول بالايمان ساره اخذت قدره على انشاء نسل. يقول حسبت الذي وعد صادقا. ساره صدقت في ربنا. ممكن، وده طبيعي بيحصل معنا كلنا. بابا عدى عليه اوقات حس باليأس وحس انه طب تعالى نجرب بقى محاولات تانية. بس ساره نفسها لا، ساره امنت بالله. ساره صدقت ان ده هيحصل، وعشان كده اخذت قدره على انشاء نسل. حسبت الذي وعد صادقا. سمعان الشيخ حسب الذي وعد صادقا. اللي قال ان ده هيحصل.
اللي ادى الوعد هيحصل، هيعمله. طب احنا بقى في حياتنا بنعدي بمواقف شبيهة لكده، يعني هدي اكزامبلز مثلا حد يبقى ربنا وعده انه هيرتبط بس الارتباط اتأخر، حد ربنا وعده بطفل بس الانجاب اتأخر، او ممكن يبقى قبل كده حد ربنا وعده بشغل بس هو بقاله كتير قوي بيقدم السيفيهات بتاعته في اماكن ومش لاقي شغل. انا بقى ازاي اعدي فترة الانتظار اللي فعلا صعبة ومملة والحقيقة يعني؟ خلينا احط بس اول حاجة اتأكد ان ده وعد من ربنا. اوكي. اوقات كتيرة جدا بنتحرك اني انا خدت الوعد ده من ربنا يا جماعة، وانا انت متأكد انك خدت الوعد من ربنا؟ انت متأكد ان الله قال لك انا هديك كذا؟ طب ممكن تقولي اتأكد ازاي؟ اوكي، خليني اقول ان دي حاجات، يعني حاجات كتيرة قوي. يعني في حاجات كتيرة وقصص كتيرة ممكن نفكر فيها ازاي انا اتأكد او ازاي انا اسمع صوت ربنا. بس خلينا احط حاجة بسيطة قوي بيزك جدا. هل انت ليك علاقة بربنا ولا لا؟ يعني انا حاجات كتيرة بنسأل نفسنا، انا كتير بتحط في مواقف هو ده صوتك يا رب ولا ده صوت حد تاني؟ بس سؤال زي كده لما انا اقول حاجة زي كده، ده معناه حاجة بسيطة قوي، انا مش سامع صوته، مش عارفة اميزه بالظبط. يعني خلينا اقول انا احيانا كتير يرن على الموبايل من رقم غريب، بس من كلمة الو اعرف ده مين. بس ده مين؟ صاحبي اللي احنا عايشين بقالنا فترة كتير، انا بسمع صوته في التليفون كتير قوي. فحتى لو رن من موبايل غريب من رقم غريب عارف اميز صوته. الله كده، هل احنا لينا علاقة بربنا تسمح اني وانس ان انا سمعت صوته اقدر اقول ده صوت ربنا؟ اوكي. فالبيزك، الارض اللي نقدر نقف عليها وبعد كده نتكلم هل احنا لينا علاقه بربنا؟ الكتاب مفتوح ولا لا؟ ما انا ما ينفعش اقول بالزبط. انا ما اسمعش صوتك وانا مش فاتح الكتاب، هيكلمني منين؟ وسمعان كان كده. أيوه. يقول كده انه كان منقادا بالروح. يقول كده انه اصعد الى الهيكل بالروح. فلا، حد كان ليه علاقه، كان موجود في الهيكل. صح. حد كان بيروح الهيكل، وحد قاعد في اسرائيل مش قال لك لا البلد دي فيها خراب اروح ادور على الاكل عيش في حته تانية. أيوه. لا، سمعان كان قاعد وكان قاعد قدام ربنا. فالارض اللي احنا نتكلم عليها، هل انت ليك علاقه بربنا ولا لا؟ هل انت، خلينا اقول، عايش في الروح، منقاد بالروح ولا لا؟ فده ده الاساس اللي تقدر بيه تقول هل انا سمعت ولا لا. اوكي. ايه الحاجه التانية؟ انا اعمل ايه اثناء الانتظار؟ بحب قوي الايه اللي بتقول الله هو العامل فيكم ان تريدوا وان تعملوا. الله هو اللي بيزرع جواك الشوق مبدئيا. لما بيبقى الله عايز يخليك تعمل حاجه او عايز يوعدك بحاجه وانت ليك علاقه بينك وما بين ربنا، بيزرع جواك شوق انك تعوز الحاجه دي. اوكي. يخليك طول الوقت قلبك مشغول بيها. فاحيانا الانتظار ده بيبقى مش ممل لان انت متشوق للحاجه دي انها تحصل. فسمعان كان كده برضه. سمعان كان ينتظر تعزية إسرائيل، حتى جملة حلوة. يعني كان ينتظر تعزية إسرائيل، كان مستني حاجة حلوة وهيجي يشوفها، والله وعده مش هتموت غير لما تشوفها، أنا مستنيها. أوكي. حاجة الثالثة اللي تتقال عن سمعان إنه كان شخص بار. والآية الجميلة اللي بتقول طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها. طلبة البار هتتحقق، طلبة البار بتحصل وبتحصل بقوة وبتحصل بحاجات جميلة قوي. على عكس قال كده اني تطلبون ولستم تأخذون. يعقوب بيقول لهم كده تطلبون ولستم تأخذون. طب ليه؟ لأنكم تطلبون رديا لتنفقوا في شهواتكم. بتطلبوا حاجة غلط. اوكي. الشخص اللي ملوش علاقة بربنا، الشخص اللي علاقته بربنا سطحية، علاقته بربنا خلينا اقول مصلحة. انا بقرب من ربنا وقت الامتحانات، انا بقرب من ربنا وقت الأزمة. دلوقتي الدولار بيغلى فانا اقرب من ربنا علشان يسدد احتياجاتي وفلوسي. بالظبط. انا دلوقتي عايز ارتبط، اقرب من ربنا عشان خاطر ارتباطي ده صح ولا غلط. احنا بنقرب من ربنا في الاوقات دي بس. كان شخص اللي طول علاقته بربنا طول الوقت هو هيطلب، اولا ما هيطلب الحاجه الصح. علاقته بربنا قريبه، الله عامل فيه، شغال فيه، بيشكل فيه. حتى اثناء الانتظار ده هو عمال يشكل فيه. عمال يزقه ناحيه الحاجه الصح، عمال يزقه ناحيه الطلبه الصح. مش الطلبه الرديه اللي انت بتطلبها علشان مصلحتك. اوكي. فانت عايز تقول لنا انه ربنا لما بيوعدنا بحاجه، لو احنا متاكدين الوعد ده من ربنا، هو اوريدي بيديني زي الشوق او الرجاء. فانا ببقى وانا منتظر انا شايف النتيجه الاخيره، فمتشوق ليها، يعني زي بيديني احتمال للفتره دي. وحاجه تانية ان انا محتاج في السكه دي ما بقاش يعني انا ده مش وقت ضايع، انا وقت انا فيه بقرب من ربنا، ربنا بيشكلني، ربنا بيغير فيا.
فانا في الوقت ده انا مش محتاج ما اطنش، لا انا محتاج ابقى مركز، لان ربنا عايز يمشي معايا سكه ويشكل فيا. صح كده؟ صحيح. الحاجه اللي اتقال برضو على سمعان انه مش بس حد تقي. فزي ما انت بتقولي هو حد، لا انا قاعد قدام ربنا، يعني لا انا في وقت الانتظار ده انا مش هجود بالبلدي. انا مش هعمل حاجه تاني، انا هنتظر. يعني مش هحاول اعملها بدراعي. يعني ابراهيم عمل كده. ابراهيم جاع نزل مصر. انت رايح فين؟ انا رايح اوديك ارض الموعد، رايح فين؟ ايوه. طب خلاص، بس واضح ان الفتره هتطول واسحاق مش هيجي، خلاص نتجوز هاجر من طريقه تاني. فلا، وقت الانتظار ده مش وقت تجويد. وقت الانتظار ده وقت انتظار. اوكي. جيد ان يتوقع الانسان بسكوت خلاص الرب، ما تعملش حاجه. ومن الترجمات اللي بحبها قوي في كلمه بسكوت دي patiently، بصبر، quietly، بهدوء، ما تعملش حاجه، استنى. قال لهم كده، قال لموسى كده، قول للشعب قفوا وانتم ما تعملوش حاجه. مش لازم اعملها بشطارتي يعني. بالظبط، انا وعدتك ان اعملها، انا اللي هعملها، ما تعملش حاجه، استناني انا اللي اعملها. بليز ما تجودش. طب انا دلوقتي منتظر، ازاي الوقت ده ما يكونش وقت ضايع؟ احنا قلنا انه انا هقعد مع ربنا وهنتظره وهيبقى علاقتي فيه كويسه عشان هو هيشكلني، بس في نفس الوقت انا مش عايزه اعملها بدراعي. فالمفروض اكون بعمل ايه بالظبط؟ يعني ازاي اوازن بين الاثنين؟ حبقوق كان عنده مشكله بينه وما بين ربنا. كان رفع سؤال لربنا وما تجاوبش عليه. فهو اتحط في الموقف ده. اوكي. بس في اصحاح 2 وفي عدد 1 بيقول الايه الجميله اللي ينفع هي دي اللي يبقى الحل، ينفع دي تبقى الاجابه. يقول كده: على مرصدي اقف وعلى الحصن انتصب واراقب لارى ماذا يقول لي. اوكي. ما تسيبش مكانك، ده رقم 1. ما تسيبش مكانك. الله اداك الدعوه في المكان ده، خليك لغايه ما يقول لك روح في الحته الفلانيه. اوكي. ومش بس كده، ما تسيبش مكانك واعمل اللي عليك. احيانا في وقت الانتظار ده وبالملل والكسل زي ما قلت، احيانا بنجود ونعمل حاجات، واحيانا بنبيع القضيه. الله دعاك انك تكون بتخدم في الحته الفلانيه، الله دعاك انك تكون بتشتغل في المكان الفلاني بالرغم ان عليك ضغوطات كتيره قوي. ما تهاجرش طالما ما قالكش هاجر. اوكي. الدنيا في مصر خلينا اقول كده بتسود، والبلد في ظروف صعبه جدا، ده حقيقي. بس هل الله قال لك دور على سكه وسافر وهاجر؟ لا. على مرصدي اقف وعلى الحصن ما تعملش حاجه، خليك واقف طالما لسه ما جالكش جواب. ومش بس واقف كده واقف سلبي. حبقوق بيقول جمله جميله: لاراقب. هو واقف على الحصن فوق جدا، اراقب، انا مستني. مش بس مستني قدامه، مستني لاراقب ماذا يقول لي. عايز استنى اشوف هيقول لي ايه. انا الايه دي فكرتني يعني انا لما ببقى مستنيه حاجه من ربنا او مستنيه يجاوبني حاجه من ربنا، ساعات ببقى كل اللي انا بكلمه فيه هو الموضوع ده، في حين ان هو عايز يعني في حاجه تانية انا عايزك فيها، استني على الموضوع ده انا هعمله، بس في حاجه تاني مهمه. فحسيت انه يعني انا خلاص هو قال تمام الموضوع ده تمام ما تقلقيش عليه، فانا واقف في المكان مستني هو هيقول ايه، فممكن يبقى بيكلمني على حاجه تاني بالظبط، فانا محتاجه ابقى مركز. خليني احط فرق ما بين جملتين بسرعه قوي. في فرق ما بين اللجاجه وفي فرق ما بين القلق. انا ينفع امسك في الطلبه واطلبها طول الوقت، بس في نفس الوقت ما ينفعش اطلبها طول الوقت. قصدي اقول ايه؟ انت ينفع، والله قال كده ان ينفع زي الارمله بتاعت قاضي الظلم تطلب الموضوع قدام ربنا بلجاجه وما تسيبهوش، ده صح. لكن في نفس الوقت لا تهتموا بشيء، مش تبقى قلقان، مش تبقى طول الوقت شايل همها. لا خلاص، حطها قدام ربنا وارميها وما تقلقش وكمل حياتك. بالظبط. اخر سؤال عشان وقتنا، لو السما ساكته، يعني لو ربنا وقت الانتظار انا مستني حاجه وهو مش راضي يرد عليا في الحاجه دي، يعني او يعني مش بيرد ومش بيتكلم وانا مش عارف اعمل ايه، انا المفروض ابقى بكمل اسال على الموضوع ده ولا اكمل في المكان اللي انا فيه؟ يعني المفروض ابقى واقف فين؟ خلينا نقول ما تتحركش من مكانك زي ما اتفقنا. طالما لسه ما جالكش الجواب من الله ما تتحركش من مكانك. بس في حاجتين العب عليهم. سمعان لما شاف المسيح قال كده وبارك الله، اعمل كده طول الوقت، اشكره طول الوقت. حتى لو لسه مفيش إجابة، لتعلم طلباتكم لدى الله بالصلاة والدعاء مع الشكر. تعملش حاجة تاني. استنى، ارفع دعوتك لله، خليها معلومة عنده، اكتبها وامضي عليها باسمك، بس في الآخر مع الشكر. حتى في الجوابات اللي بنيجي نكتبها كده مع الشكر، مع الشكر، مع ان طلبه لسه ما جاتش ما توافقش عليها، بس مع الشكر. ارفع طلبتك لله
مع الشكر. الحاجه التانية اللي كانت موجوده قوي في سمعان ان هو كان شخص منقاد بالروح. ايوه صلي، ده اكتر وقت الله هيظهر ليك فيه. وقت الانتظار ده، الوقت اللي انت مش عارف تعمل فيه، ده اكتر وقت الله هيسكب عليك من الروح القدس. هتنقاد طول الوقت بالروح القدس، عشان وقتها لما يجي تحقيق الميعاد، الآية الجميلة يقول كده: فأتى بالروح إلى الهيكل. الروح هو اللي خد سمعان الشيخ وقال له روح دلوقتي الهيكل. ليه؟ عشان تشوف المخلص. وشاف المسيح وشاله. واو حلو قوي. يعني انا قدام سمعان فعلا، مع انه يعني جه في حته صغيره جدا، بس ببقى حاسه اني منبهره بيه ومنبهره بصبره وبطاعته الرهيبه لربنا. ميرسي يا يوسف. ميرسي.